اول حاجه هي المصنع، الجينات الوراثيه اللي بتحدد قابليتك واستعدادك للمرض. جزء من القصه ده مكتوب في الشفره بتاعتك قبل ما تتولد. وتاني حاجه هي البيئه، الصدمات النفسيه واحداث الطفوله القاسيه. الحاجات دي بتسبب ندبات في المخ زي الوشم كده، يعني موقف قاسي يتكرر من ابوك او استاذك، تنمر تعيشه او اهمال عاطفي تتعرض له، والموضوع يكون مشروط ان الحدث ده مستمر وبيتكرر. احنا مش مصنوعين من الازاز عشان نتكسر من اول خبطه. ثالث حاجه والاهم هي الكيمياء. الكيمياء بتبقى موجوده جوه دماغنا في منطقه اسمها اللوزه الدماغيه، ده انذار الحرايق بتاع جسمك. مع الصدمات المستمرة والاكتئاب الجهاز ده بيفضل معلق وبيضرب 24 ساعة. المخ بيغرق الجسم بهرمون التوتر اللي اسمه الكورتيزول، فبالتالي في أجزاء من مخك بتكش وأجزاء تانية بتخش في حالة هياج مستمر. يعني احنا كده قدام عطل مادي وملموس في كمية المخ، ملوش أي علاقة بضعف الإيمان أو قلة القوة الشخصية أو إنك مش راجل والمفروض تستحمل.